السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي ديليس فاطمه زهره. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم مركز الليمون الحامض اللي دابا حاليا الموسم تاعو متوفر بكثره. فحبيت لو اخواتي اننا كل مره ناخذ كميه ونديروها، نحتفظ به في المجمد للشهر الفضيل شهر رمضان. الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه وطول العمر، لا فاقدين ولا مفقودين. بالنسبه لهاد المركزات اخواتي فهما كيحيدوا علينا واحد المجهود واحد التعب كبير. قبل الفطور فكنبقاو فقط كناخذوا واحد الكيس من هاد الاكياس، كنضيفوا عليه الماء، كنضيفوا عليه كذلك الفواكه، نديروا العصير يعني وحنا فرحانين، ما كيكونش عندنا واحد التعب. بالنسبه للفواكه اللي انا كنجمدهم ان شاء الله اكيد غادي نشاركهم معكم، اكيد حتى العصائر غادي نشاركهم معكم. نمروا بسم الله على بركه الله للمكونات. عندي 4 كيلو نتاع الليمون اللي خديته غسلته مزيان ونقعته في شويه ديال الماء والخل، وعاود غسلته مزيان باش كنتخلصوا من الاتربه اللي فيه واي حاجه كتكون فيه كنتخلصوا منها. هنا كيف ما تشوفوا معايا كناخذ هاد الحكاكه جهه رقيقه، فكناخذ يعني الحبه نتاع الليمون وكنبدا كنحك فيها. فقط حاجتنا بالقشره اللي كتكون اللون تاعها صفر، ما نمشيوش للقشره البيضاء، يعني نحاولوا ما نوصلوش ليها باش ما يعطيناش ديك المروره، ويكون عندنا هاد المركز هذا مر حتى الا خففناه بالماء كيبقى ديك المروره واضحه فيه. فقط هاد القشره هذه كيف ما تشوفوا معايا. فملي كملت الكميه كامله كيف ما شفتوا معايا ما كنوصلش لعند القشره، غادي نفوت دابا معكم، غادي نبدا كنعصر فيه. بالنسبه لكم اخواتي يعني اللي ما عندهاش طولة البال فممكن انها دير كل مره كيلو او لا 2 الكيلوات، يعني على حسب. انا هنايا لانني لقيت النوع تاعو ممتاز وجيد، كيف ما قلت لكم اخواتي هذا الموسم تاعو ويكون احسن اننا ناخذه في هذا الوقت هذا لانه ما تيكونش ناشف. اذا خلينا حتى يفوت الموسم تاعو كيكون ناشف، ما كيبقاش النوع تاع الحامض مزيان. غادي نكمل كامل الكميه كيف ما غادي تشوفوا معايا اخواتي، وانا تنعصر انا تنصفي فيه. فهنا كيف ما تشوفوا معايا هذه الكميه اللي تعطاتني. هذا هو الزيت اللي تحصلت عليه كامل. بالنسبه للسكر اخواتي فهو لكل كيلو حامض او ليمون عندنا نص كيلو نتاع السكر. هنا عندي 2 كيلو وعندي 4 كيلو نتاع الليمون الحامض. ما تخافوش من الكميه هذه كامله لانه مازال كيتحلل مع الماء، فهو كيف ما ذكرت مركز. فبالنسبه للسكر فهو عادي، يعني الكميه نتاعو يكون احسن اننا ناخذ الحبيبات نتاعو رقيقه ويكون نوع جيد. غادي نبقى اخواتي بهذه الطريقه هذه، يعني بحال تنحكو هكا السكر مع القشره نتاع الليمون الحامض باش كتطلع ديك النكهه نتاع الحامض، وكذلك كيتلبس عندنا سكر كامل مع هاد القشره نتاع الحامض. غادي نحاول انني نخلطو كامل ونواصل العمليه. كيف ما غادي نشوفوا معايا غادي يعطيني هذا اللون هذا هكا. هنا غادي نوضعو في الطنجره، من الاحسن نوضعوه في الطنجره. غادي نعاود نصفيه مره اخرى.
هنا منين صفيته غادي نبدا تنحرك فيهم كاملين مع بعضياتهم حتى يعني ينسجموا مع بعضياتهم. بالنسبه للتحراك غادي نبقى كل نص ساعه مده تاع 5 المرات، يعني نبقى تنرجع تنحرك. غادي نغطيه ونخليه وكل مره تنرجع ليه باش نحاول انني ندوب داك السكر اللي فيه. هنا غادي نعاود نكرر العمليه مره اخرى. فكيف ما غادي نشوفوا معايا غادي نحركوا وغادي يبان عندنا ان السكر مازال حاس لتحت. فكيف ما ذكرت اخواتي من 4 المرات حتى ل 5 المرات كل نص ساعه. من بعد غادي نغطيه ونخليه يبات ليله كامله، يعني العشيه وليله كامله باش عاد نقدروا اننا نصفيوه. هنا منين دازت عليه ليله كامله اخواتي فكيف ما كتشوفوا معايا كيولي بحال السيرو، يعني كيكون داك السكر كامل داب وكيتكون عندنا مركز حتى اللون تاعو كيتغير. فهنا غادي نبدا تنصفي فيه. هو ساهل ما كيديش معنا الوقت بزاف، يعني فقط ديك الخدمه الاولى. كيف ما تشوفوا معايا اللون تاعو تغير فتيولي بهذا الشكل هذا. هنا اخواتي غادي ناخذ كاس العنبه نتاعنا اللي كيعير 150 ملي اولا 160 ملي، المهم على حسب. فغادي ناخذو ونحط فيه هذا المركز هذا وغادي نحط في الكيس كيف ما تشوفوا معايا بهذا الشكل هذا ونحتفظوا به في المجمد. بالنسبه للطريقه اخواتي كل لتر نتاع الماء تناخذوه تنقصوا منه نفس هذا الكاس هذا وتنحطوا هذا المركز فيه. اذا حبيتوا انكم تشربوه كيف ما هو فممكن، اذا ما بغيتوش ممكن انكم تضيفوا عليه اي نوع من الفواكه، ممكن تضيفوا عليه التفاح، تضيفوا عليه البنان، تضيفوا عليه كذلك الورقات تاع النعناع. فانا غادي ندير معكم العصائر اللي انا كنديرهم مع هذا المركز هذا وغادي نشاركهم معكم اكيد ان شاء الله. حتى المركز نتاع البرتقال اكيد اخواتي غادي نشاركه معكم. وبالنسبه للقشره هذه فهي كنحتفظوا بها كذلك في الكيس، كنخليوها في المجمد لانها كتنفعنا في الحلويات، الكيك، الصابلي، يعني اي حاجه ممكن اننا نديروها فيها. بالنسبه للشكل ديالو فهو هذا. انا تعطاتني هذه الكميه ومعه 3 ديال الاكياس. نتمنى اخواتي انكم تجربوه من كل قلبي. ان شاء الله غادي نشارك معكم مركزات ثانيه وغادي نشارك معكم كذلك شنو هما الفواكه اللي كنجمدهم في الشهر الفضيل وكنستافد منهم في هاد العصائر هادو اللي غادي نديرهم ان شاء الله باش كيسهلوا علينا فقط اننا يعني نديروا عصائر بدون ما كنتعبوا اولا كنديروا واحد المجهود. نتمنى اخواتي ينال اعجابكم هذا الفيديو. اذا عجبكم الفيديو ديروا اشتراك في القناه مع تفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد من ديليس فاطمه زهره. اي اخت بغات اي حاجه نجهزها لها بالنسبه للشهر الفضيل لا يوصلنا ليه سالمين كاملين فترك لي تعليق وانا جاهزه ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو اخر.